التعادل 1-1، وبرشلونه فاز على ختافي هدفين لسيسك وهدفين لميسي اللي عاد الى نادي برشلونه. هنا الاستلام خطر جدا ومحاوله تسديد وكاسياس العظيم، كره حلوه الكره الماضيه من جانب اللاعب سيخوضو فوق الى كريم بنزيما. هل يسجل 99-100 في هذه المباراه؟ وادي بنزيما، السلامه بنزيما امامنا هنا في مرمى استراليا بعد غياب يمكن اكثر من سنه وثلاث شهور عن التسجيل، وسجل في مرمى فنلندا وسجل في لقاء اوكرانيا بقى لما فازت فرنسا 3-0 وتاهلت الى مع عوده تشابي الونسو، مع شفاء ان شاء الله فاران، مع تألق اللاعب خيسي، مع المراوغه الحلوه من النجم الكبير رونالدو الى خيسي. سلام على الطلعه من ريسكو، وحكم اللقاء بيدي ركله جزاء. ادي امامنا حكم اللقاء، والقرار ايه في هذه الكره وفي هذه اللقطه؟ يدي انذار لمين؟ هل الكره بقى اتحولت؟ وادي امامنا الحديث ما بين كنس معاه خيسي، لكن هل فيها تسلل بقى؟ هو يعني المخرج الوحيد. ادي امامنا ريسكو مش لاعب ده خلص الكره، لكن ايه دخل على خيسي بتدخل عنيف وقوي جدا. البعض يقول لك مندفع، لكن هنا شوف ادي خيسي الكره سيطره من خيسي، كنس الكره وخده مع الكره اللاعب المتألق اللاعب خيسي. انذار لخيسي وانذار للاعب اوير، والريال يقترب واقترب فعلا امامنا اهو كريم بنزيما 99. كريم بنزيما 99 هدف لكريم بنزيما، يقترب من رقم 100. شفنا رونالدو احتفل بالهدف رقم 400 في مسيرته في مباراة سيلتا لما سجل هدفين. كريم بنزيما يفتتح التسجيل هنا في هذه اللحظات رقم 99، باقي له واحد بس على 100. كان النجم الكبير رونالدو البرازيلي 104 في 177 مباراة. ادي امامنا المؤشرات كانت واضحة، وامامنا هنا الكرة وضربة رأسية في اللقطة الماضية. شوف الارتقاء والضربة الرأسية، المدافع مع بنزيما، ولكن الكرة في الشباك من مودريتش، حلوة قوي الكرة من مودريتش. وامامنا هنا بنزيما لطش حلوة قوي كريم بنزيما في هذه الكرة اللي تسبب من خلالها في الكرة الثابتة اللي رفعها امامنا هنا مودريتش. والله في شوار ركلات الجزاء 63 هدف. شوف هدف اللقاء الوحيد اللي فيه طبعا مع الاعاده شفنا شك التسلل، ولكن هنا بنزيما حولها حلوه قوي على يعني الارتقاء وتوجيه، وعلى شمال حارس المرمى حارس ريسكو. هو الهدف الاول من كريم في بكين. ادي استلام على طول من جانب اللاعب مودريتش. شوف الانطلاقات والمحاولات من جانب لاعبي نادي ريال مدريد. مودريتش شالها حلوه قوي. رونالدو يا ولد يا رونالدو، يا ولد يا رونالدو. شوف هنا الكرات الحلوه، الهات وخد السريع والانطلاقه من CR7، ولكن كره ترتطم في ريسكو. فرصه هدف كان هيبقى هدف جميل، هدف ملعوب امامنا هنا في هذه اللقطه. شوف امامنا الاعاده، شوف مودريتش عاملها لرونالدو في وضعيه تسلل على رونالدو، في تسلل على رونالدو، ركله حره، لكن في بعض الاخطاء في الاداء. خيسي امامنا هنا استلام على طول ومحاوله الوصول من بيل على وجه القدم. يا ولد على الكره الحلوه، شوف الكره مرفوعه حلوه الكره اللي امامنا ايه. شوف الاعاده امامنا والتمركز بتاع النجم كريم بنزيما، عايز يجيب رقم 100 وامامنا هنا. لكن في رايه بقى المره دي المساعد، يبدو ان يعني الزملاء الحكام اتصلوا بلقاء جاريث بيل، يحاول لكن مضغوط عليه مقطوعه من ديلاس كويفاس. شفناهوش كتير ديلاس كويفاس الشوط الاول رقم 8. ادي امامنا ريال مدريد السرعه بقى، كريستيانو رونالدو استلام، فرصه الاستلام حلو قوي، لكن الفرصه لان ريسكو كان متوقع انه ينافع عليه، عايز يعملها له لوب، لكن هي بقى ايه هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق. ادي امامنا السرعه، شوف سرعه الاداء بقى، والبيل على طول الى كريستيانو رونالدو، خلاص خد التفويض انه يدخل داخل منطقه الجزاء. شوف الكره اللي فاتت دي، لكن رونالدو ضيع فرصه هدف محقق. وادي امامنا هنا كريم بنزيما، اختصار يعني الامور، ويمرر امامنا رونالدو الى خيسي، يسجل يا ولد يا خيسي امامنا، يسجل الهدف الثاني. حلوه الكوره، لكن ايه اختصروا الامور بالسرعه اللي شفنا بيها التمرير على طول. دفاع اوساسونا اللي بيتمركز طوال اللقاء بشكل صحيح، ويسجل اللاعب خيسي رودريجيز. سجل في مرمى برشلونه، سجل في مرمى فالنسيا في اطار الليجا، لكن هو يسجل هنا في هذه اللحظات الهدف الثاني في هذه المباراه. شفنا التفاهم بقى، وادي امامنا الخطا الدفاعي والكره الخاطئه من جانب اوير، خدها كريم بنزيما. رونالدو السريع الى خيسي اللي دخل راس حربه، ممتاز قوي الحقيقه اللاعب خيسي رودريجيز في هذه الكره. ورونالدو الاسيست الرائع رائع في هذا الاسيست. النجم الكبير امامنا هو كريستيانو رونالدو، 20 هدف هذا الموسم في اطار يصل الى 100 هدف في تاريخ نادي ريال مدريد. ادي امامنا رونالدو، لكن الكره بتضيع، الهدف يضيع هنا من كريستيانو رونالدو. سجل
بنزيما في الدقيقه 19 ضربه راسيه، وسجل ايضا خيسيه في الدقيقه 59. وادي اللمسه الحلوه، لمسه حلوه قوي. شوف مارسيلو مودريتش النهارده عامل كام اسيست. رائع مودريتش، رائع مودريتش في هذه اللقطه. لاعب من اللاعبين اللي سجلوا 5 اهداف مودريتش كلها من خارج منطقه الجزاء. يضع رونالدو في المواجهه، ولكن رونالدو النهارده الناحيه الاستعراضيه طاغيه شويه. عالم للانديه. وادي امامنا هنا بنتابع مارسيلو ونادي ريال مدريد ورونالدو فوق، ولكن الكره فين؟ الكره الى خارج الملعب، ارتطم في بنزيما في هذه اللقطه. الكره دي على فكره تبين ان في يعني نوع من الازدواجيه في الاداء. رونالدو بيكمل راس حربه مع بنزيما عشان يعمل زياده عدديه، لكن بيتحركوا في نفس المساحه في نفس المكان. النهارده عدم التفاهم يعني في الشوط الاول كان واضح في الاداء ما بين الرباعي الهجومي بيل وخيسي ورونالدو وبنزيما، الاثنين في نفس المكان امامنا هنا في هذه اللقطه. من القائم القريب من القائم البعيد، ادي رونالدو واخد القائم البعيد، وبنزيما بقى بحكم احساسه كراس حربه. وامامنا هنا هو رونالدو بهذه الكره وفي هذه اللقطه ارتطام وسقوط على بنزيما. 99 هدف لكريم بنزيما.